السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنت تشاهدون اليوم جبنا لكم حلوة السنيوة، حلوة الطبقات، تجي خفيفة سهلة التحضير، بالزيت ما يعني المواد تاعها كلها موجودة في البيت، بسيطة، وتجي البنة تجي إذا روعة. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك، وما تنساوش دائما نقول لكم بدعاوي الخير ونروح مباشرة للوصفة. إذا نحتاج هنا 4 حبة بيض، كيلو تاع بيض، سكر، زيت، إذا فارينة، 2 أكياس خميرة الحلويات، 2 مغارف كاكاو، ملعقة صغيرة لافاني. إذا هنا ما نحتاجو لا باتو لا أي شيء. مباشرة الآن رشة الملح مع 4 حبات بيض مع الكاس تاع السكر بضرب يدوي، نضربه بهذا الشكل. شوفوا قلت لكم حلوة. أنا نقولها بالنسبة لي 5 تاع السنيوة. نزيدو كاس زيت هاكو تشاهدوا، ملعقة صغيرة لافاني، نخلط جيدا. نشوف ثم ندمجوا الخليط. نروح نزيد إذا الفارينة بعد ما ندمج الخليط. شوف إذا بعد ما ندمج الخليط نروح نزيد الفارينة و2 أكياس إذا خميرة الحلويات. قلت حلوة بسيطة، تحمر الوجه وتجي خفيفة، كي تاكلها تحسها بنينة وخفيفة. قلت 2 أكياس خميرة الحلويات. نجمع العجين بهذا الشكل. إذا لما يكون العجين مازال طري حنقسمه على 2، وحدة حنديرها بنية والأخرى إذا نخليها بيضاء بهذا الشكل. إذا حنجيب نجيب يعني إناء آخر، شوفوا بهذا الشكل، ندير فيه الفارينة باش ما تلصقليش العجين، ونحط نص الكمية. إذا نحطها نجمعها ونرجعها عجينة بيضاء. إذا ونص الكمية الأخرى راح نزيد لها 2 مغارف كاكاو ونجمعها. إذا شوفوا هنا راك تشاهدوا. إذا نلايم العجينة حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية متماسكة. هاي العجينة الأولى. إذا كملناها نحطوها بجيه ونروحوا لعجينة إذا الكاكاو. شوفوا إذا هاي العجينة اللي تحصلوا عليها عجينة تكون طرية. إذا نشد روحها نروح العجينة الثانية، نزيد لها 2 مغارف كاكاو. نختاروا الكاكاو البنين لأنه كاين كاكاو يجيك شغل ترابي يخسر لنا الكاطو تاعنا ويولي ذوقه ما يكونش جميل. اختاروا الكاكاو اللي تشموا ريحة الشوكولا فيه. إذا هنا درت 2 مغارف كاكاو ونزيد الفارينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة ما تشدليش في اليد، يعني كيما عجينة الصابلي. إذا هنا بعد ما تحصل على العجينة كما تشوفوا شحال لونها جميل، نقسم هذه على 2، البنية على 2 والبيضاء على 2. إذا هنا حنغسل يديا ونرجع لكم. إذا البلا نرشه بشوية فارينة، نقسم العجينة البنية للنصفين. شوفوا نزيد نقسم العجينة البيضاء النصفين لأنه قلت فيها حلوة الطبقات. إذا نقسم نحاول نقسمهم لنصفين متساويين. شوفوا هنا تقدروا تستعملوا في طاولة العمل، تحطوا ورق زبدة ولا كيس بلاستيكي وتفتحوهم في 4 نفس الطول، تحطوا واحدة فوق واحدة. أنا هنا ما نستعملش هذه الطريقة. أنا قلت لكم حلوة تكون بسيطة، نفتحها فقط غير بيدي بشوية كما تشاهدوا ونحط واحدة فوق أختها. قلت لكم اللي ما تقدرش تخدم هكذا إذا تستعمل هكذا ترش طاولة العمل. تقدر قلت تستعمل ورق الزبدة ولا البلاستيك نيلون بلاستيكي وتخدم. أنا شوفوا بلا ما استعمل، قلت لكم تجي بسيطة سهلة الحلوة هذه اقتصادية، ويعني قلت منظرها يعني ما شاء الله. نزيد طبقة الأخيرة الطبقة البنية ونحط في البلا هنا 25 على 25 يجيكم قيس. أنا البلا تاعي كبير بزاف هنايا، على هذيك لي ما راحش نفتح الحلوة تاعي. إذا في البلا كامل حنفتح النص تقريبا نص الكبير تاع البلا. قلت لكم البلا اللي يجي نرش شوية ندير فقط فارينة بشوية باش ما تشدناش ونفتح العجينة العجين تاعي. قلت لكم البلا اللي يجي ناسبه هنا. إذا نحاول 25 على 25 ولا 25 على 30 يكفي باش ما تجيكمش رقيقة بزاف. شوفوا هنا إذا بعد ما
فتحت العجين، قلت لكم انا ما عنديش بلا الان اللي يكون الان حسب هذه العجينه. بعد ذلك نحطها في فرن 180 درجه تطيب لنا الان من الاسفل، وان تشوفوها نشفت من الفوق كامل. نعرفوا الان كيف تطيب الحلوه تاعنا، غير تحمر، شوفوا حمرت لنا من الاسفل وطابت لنا من الفوق. ننزعها من الفوق هنا بعد ما طابت. شوفوا الشكل تاعها. نجيب معجون مشمش، المعجون اللي عندكم، نمسح به وجه الحلوة باش نعطوا لها لون جميل، ونرشها بنواة كوكو. إذن هنا نستعمل، ما نستعملش كمية كبيرة، محتاج كمية كبيرة. اللي ما عندوش المعجون يقدر يستعمل العسل. إذا العسل نشروه من برا ونمسح الوجه. بعد ذلك إذا نرشوا بنواة كوكو ونقصوها إذا مربعات صغيرة. إذا هنا بعد ما كملت نرشها بنواة كوكو كما تشاهدوا، ونزيد نقطعها قطع صغيرة، ولا تحبوا تقطعوها مثلثات، انتم أحرار تقطيع كيف يكون. إذا أنا قطعتكم التقطيع تاعي، شوفوا السكين يكون رقيق وحاد بما يكسرلكمش الحلوة تاعكم. أنا الحلوة هنايا راهي دافية ماهيش سخونة. إذا بعد ما مسحت درت لها المعجون، ولا قلت العسيلة شوية عسل، وديروا نرشوها بالنواة كوكو. إذا نقطعوها بهذا الشكل، قلت مربعات، أنا نقطعها مربعات صغيرة، إذا نقدمها في طبق التقديم. إذا شوفوا بعد ما قطعتها، إذا راح نجبد لكم حبات حتشوفوا إذا شكلها. قلت يجي روعة، قلت حلوة بسيطة، لكن الذوق تاعها وحتى تجي رطبة، تجي بنينة. قلت لكم ما شاء الله للقهوة، ولا حتى للضياف يجوك للضياف الغفلة يجوك على ثمثم نوجدوها. ما نحتاجوش كما احنا نقولوا يعني مواد كثيرة. هاي الشكل النهائي قلت تجي من أروع الحلويات. شوفوا خفيفة سهلة بسيطة، الشكل جميل ما شاء الله. شوفي كي نقسمها قلت لكم تجي رطبة، تجي روعة. نتمنى الوصفة عجبتكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية إن شاء الله يا ربي. ما تنسوش دايما نقول لكم بدعاء الخير، ندعونا دعاء الخير، بما أنه الحلويات قلت لكم لوجه الله. ودمتم آمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.